ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. انا مي. النهارده هنعمل القرقيش التركي الجامده جدا. تخيلوا كده ان التوريقه دي يعني مش بمجهود خالص، حاجه كده سهله وبسيطه جدا وجديده كده وشكل لذيذ، بطريقه سهله ولذيذه جدا وبمقادير بسيطه جدا كمان. قبل اي حاجة حابة ان انا اقدم التعازي لاهل وشعب دولة المغرب الشقيقة بسبب الزلزال المدمر اللي حصل، ولدولة ليبيا كمان بسبب الاعصار اللي حصل. بقاء الله وكان الله في العون، بجد حاجة صعبة جدا. ويلا نبتدي الوصفة. اول حاجة هنحتاج نص كوباية لبن، هندفيها بس حاجة بسيطة جدا في الميكروويف كده. وهحتاج كمان معلقه صغيره خميره، يا دوبك يعني انتوا شايفين ان هي مش ملانه قوي، حاجه بسيطه جدا. وهحتاج كمان معلقتين سكر ناعم الحبيبات. احط عليهم كده شويه لبن واقلب الخميره والسكر لما يدوبوا، وبعدين ابدا انزل عليهم بالبيضه والفانيليا. انزل عليهم بقى بالبيضه بدرجه حراره الغرفه، وكمان ظرفين فانيليا كده. انا بحب الفانيليا البودر في المعجنات كده، بتبقى مديه لها نكهه لذيذه جدا. وهحتاج كمان 150 جرام زبدة، كل المقادير هكتبها لكم في صندوق الوصف بالجرامات والكوبايات. وهحتاج كمان 400 جرام دقيق بما يعادل كده 3 كوبايات زائد معلقة كبيرة من بتاعة الأكل كده. وحطيت كمان عليهم رشة ملح صغيرة. ابدا ان انا اقلب المكونات بقى كده، ولو احتاجنا لبن زي ما بنعمل اي معجنات تانية، يعني مش هنضيف النص كوبايه مره واحده عشان هي اصلا فيها زبده وبيض، يعني فيها كميه سوائل حلوه. اقلب كده، ولو احتاجنا معلقه لبن نحط عشان يكون قوام العجينه كده متماسك وملموم كده وشكله حلو. بنعجنها زي ما بنعجن يعني القراقيش بقى والكحك والحاجات اللي احنا بنبقى نعملها دي. يعني بنلم كده، مش عجين يعني عجين قوي يعني، يا دوبك كده نلم ونظبط العجينه كده. بعد بقى ما لميت العجينه كده وعجنتها كويس، اغطيها بقى واركنها، احطها يعني تخمر حوالي 30 دقيقه، اعمل لها تايمر كده. وكده بقى بعد ما خمرت كده، انتوا زي ما انتوا شايفين ان هي حجمها ما تضاعفش، لانه احنا حاطين النص معلقه، قصدي المعلقه الصغيره دي، عشان بس ان هي تترفع كده في الفرن وتبقى هشه وخفيفه كده. بس هو ده فايده بس الخميره. ابدا بقى ان انا اظبطها كده وافردها قد ايه ان العجينه يعني بجد الواحد يحب ان هو يلعب بيها زي ما بيلعب مع العيال بالسلايم والحاجات دي. ابدا بقى ان انا افردها كده زي ما بنفرد السينابون، هنفردها كده مستطيل حوالي بسمك 2 سنتي كده. بعد ما فردتها كده ابدا بقى ارش طبقه سكر كده. يعني حاولت ان انا اعمل بالمعلقه بس لقيت الموضوع صعب، فاحنا هنكمل بايدينا. وانا برش السكر كده احاول ان انا اضغط عشان السكر يمسك كويس في العجينه. بعدين بقى اجيب الطرف من هنا على هنا لحد ما تبقى كده مظبطه كده زي ما انتم شايفين. وبعدين ابدا بقى ان انا افردها عشان نبدا نعمل الطبقه التانية.
بعد ما فردت كده ابدا بقى احط الطبقه التانية بتاعه السكر. اظبط كده انا هحط في جنب واحد بس، بعدين ارجع اخد الجنب التاني على الجنب ده واضغط. وانا بحط السكر احاول ان انا اضغط عشان السكر يمسك في العجينه كده. بقى خلاص احاول ان انا اعملها مربع كده حلو عشان اعرف ان انا افردها وتكون كلها حجم واحد وكده وشكلها حلو، عشان ما تبهدلناش واحنا بنيجي نقطعها وكده. بعد بقى ما فردناها احاول ان انا اقلبها، يعني الشكل بقى الحلو الجميل بقى ده يبقى يم التحت والصعب اللي باين ده ان هو عامل كده يبقى هو يمت فوق، عشان ده بقى اللي احنا نقفله. دي اخر طبقة بقى، نبدأ بقى نحط اخر طبقة وبعدين نتني، ويبقى بقى الشكل الحلو الجميل اللي احنا قلبناه يم التحت هو بقى اللي يبقى ظاهر من فوق كده زي ما انتوا شايفين. وابدأ بقى ان انا اظبطه كده وافردها، وبعدين احط بقى اخر طبقة سكر للتزيين بقى. وكده بقى بعد ما خلاص بقى ظبطتها كده وخليتها مستطيل حلو كده وكله متساوي جدا، عشان لما نقطع ما تبقاش حته ايه تخينه وحته كبيره وحته صغيره وكده يعني. وابدا بقى ان انا احط طبقه السكر الاخيره واقطعها بقى باي حاجه، سكينه بقى بتاعه البيتزا بقطعه البيتزا دي، بس بتخليني ان انا اقطعها بس بشكل حلو، بتديلها يعني ايه كرنشه كده، بتبقى شكلها لذيذ جدا بعد ما تستوي كده يعني. وانا بقى بقطع كده وبظبط اكون مشغله الفرن بسخنه على درجه حراره 170، واول ما ادخله الفرن هتكون على درجه حراره 160 بقى لحد ما تلاقيها احمرت كده وبدات ان هي تستوى. ابدا ان انا اشغلها الشوايه بس عشان تاخد لها لون خفيف خالص من فوق كده، زي ما انتم شايفين قد ايه ان هي مورقه بسبب السكر. وشوفوا بقى ان هي قد ايه مورقه بسبب السكر، هي مش باينه حالا بس لما تستوى بقى هتلاقوا ان هي الطبقات عملت طبقات كده وهتبان وهي في الفرن. تصدقوني بتبقى جامده، ويعني كميه السكر اللي احنا حطيناها يعني محدش بقى يقول ان السكر كتير وكده، لا السكر مظبوط جدا يعني مش مسكره خالص كده. بقى بعد ما خلصت كده العجينه بقى ادخلها على الفرن زي ما قلت لكم على درجه حراره 160 لحد ما تستوى. ولما تستوى نقوم مشغلين لها بقى الشوايه عشان تاخد اللون التحفه الجامد جدا ده. شوفوا بقى قد ايه ان هي باين ان هي فيها طبقات بقى، وباين ان احنا عاملين شغل جامد جدا، بس احنا مش عاملين مجهود كبير قوي يعني. ناكلها بقى كده جنب كوبايه شاي على لبن بقى كده عشان نتفرج على مسلسل طائر الرفراف التركي عشان كده عملنا القريش التركي، حاجه سهله ولذيذه كده وفرجه ممتعه يا جماعه. وكده الفيديو بتاعنا خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس كمان عشان يوصلكوا كل جديد، واشوفكم على خير وباي باي.